هلا وهلا. اليوم راح نشوف طريقة عمل بيتزا رهيبة رهيبة بمعنى الكلمة. بيتزا عجينتها خفيفة ومقسبة وصلصتها كلش طيبة. بالبداية شوفوا جمالها. للعجينة محتاجين كوبين طحين، خمرة، زيت، ملح وشكر ومي دافي. نخلط كل المكونات سوا ونبدي نضيف لهم المي نضيفه شوية شوية. ايش وقت نعرف احنا بعد ما محتاجين لا مي ولا طحين؟ لما ايدينا تنضف، لما العجين يكون بعد ما يلزق على ايدينا. عادة اني ورا ما اعجنها فترة اطلعها على سطح نظيف وابدي اعجنها بايدي اثنيناتهم فترة، يعني دقائق، حتى اتاكد انه ماكو اي تكتلات بالعجين. ورا ما أعجنها وأخلص أخليها تختمر وأزيت وجهها وأعوفها تختمر نص ساعة إلى ساعة بمكان دافي. هسه نبدي نحضر الصلصة. خلطت كميات متساوية من الباربيكيو صوص والكاتشب، خليت عليهم ملعقة شاي من الثوم الباودر، وخليت عليهم نعناع مجفف. الصلصة كانت طعمها مميز جدا، بيها طعم حلا كلش بسيط، طعم مميز جدا للبيتزا. اختمرت العجينة، راح أخليها على صينية البيتزا رأسا أفردها. الطبقة اللي بالنص كلها نفس السمك، والأطراف شوية أخليهم أعلى. نفتح الفرن على درجة حرارة 280 من فوق ومن جوا، نحضرها قبل لا نخلي بالبيتزا. ونبدي نشكلها، نخلي الصلصة جبن أي شي تحبون تخلوه. وأني هم نخليها جبن شرائح حتى يمو على البيتزا يعطيها شكل وطعم كلش طيب. نخليها بالفرن لمدة ربع ساعة تقريبا وتصير عندنا جاهزة. وهذا شكلها طبعا تحفة، كلش مقسبة وعجينتها كلش خفيفة. والحشوة اللي عليها كانت فتشي. الصلصة هاي بيها طعم حلا مثل ما قلت لكم خفيف، الطعم جدا مميز للبيتزا. جربوها وألف عافية.